تحية طيبة، كل عام وأنتم بخير. ارفع رأسك فوق، أنت سوري حر. نحيي الشعب السوري العظيم بكل أطيافه وألوانه على نجاح ثورته في إسقاط النظام الدموي الذي حكم لمدة 54 سنة بالدم والنار. يا عجبا، سقط النظام البعثي الذي كان الناس يهتفون له بالدم والروح في 11 يوما فقط، وعندما حانت ساعة الحسم ترك شعبه وشبيحته وحتى شقيقه هرب في جنح الليل واسمه أسد. سوف يظل سجن سيدنايا وصمة عار على جبين هذا النظام وجلاديه. لا شك أن هذه الثورة وضعت حدا للنعرات الطائفية والعرقية الجامدة، ولقد أحجمت تمدد الأجندات الإقليمية المذهبية المعروفة. والحق يقال، فإذا كانت هناك المآذن في الهند والسن وبلاد الأفغان ويرفع منها الآذان، وإذا كان هناك من اسمه أحمد أو محمد في التركستان الشرقية، وإذا كان هناك من قام في بخارى والترمذ بجمع وتدوين أحاديث النبوية الشريفة، فهذا كله بعد فضل الله ببركة الدولة الأموية في دمشق العتيقة، وقصور غرناطة وقرطبة لخير شاهد على ثقافتهم وتهذيبهم. سوريا بلد يحتضن أضرحة معاوية ابن أبي سفيان، خالد بن الوليد، السلطان صلاح الدين الأيوبي، والسيدة زينب حفيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سوريا موطن للأئمة الكبار أمثال ابن تيمية، النووي، الذهبي، ابن القيم، ابن الكثير، والقائمة قد تطول. سوريا بلد الشعراء والذوق والطعم، وعلى رأسهم نزار قباني الذي أحب قصائده، ودائما عندما أجد فرصة أقرأ له وأتلذذ وأتعلم منها. سوريا موطن التمثيل والإعلام أمثال ياسر العظمة، جمال سليمان، وأحمد فاخوري. قد يخفى على بعضكم إن مخترع هاتفي هذا آيفون، وجهاز الكمبيوتر المخترع الأصلي له أو لهما هو ستيف جوبز. والده عبد الفتاح جندلي كان من أبناء مدينة حمص السورية. وعلى صعيد آخر، نعم، الأفغان مجتمع قبلي، وللقبيلة دور كبير في شؤون حياتها اليومية. والقبائل الأفغانية من خصوصياتها الشجاعة وكرم الضيافة والدفاع عن الأرض والعرض، وفي الوقت ذاته له تاريخ مشرف في الحضارة والثقافة. وباختصار سأضع 3 نماذج بين أيديكم. أولا، إن هذا المجتمع الأفغاني كان له ملك منتخب قبل 277 عاما من اليوم، أي في عام 1747 تم انتخاب مؤسس أفغانستان الحديثة أحمد شاه دراني من خلال لوية جرجا، والتي تعني المجلس العشائري الكبير، حيث ودع زعماء البشتون والطاجيك والأوزبك والهزارة والبلوش وحتى السيخ والهندوس العمامة على رأسه. وهذه الظاهرة الديمقراطية الفريدة آنذاك هي من أفضل مثال على حضارة هذا الشعب. ثانيا، في عام 1919 أعلن الملك أمان الله خان الاستقلال عن الاستعمار الإنجليزي، وبعده بعامين فقط تم تأسيس جمعية للنساء واسمها إرشاد النسوان، وهي أصدرت أول جريدة عام 1921. فهذه أيضا كما أسلفنا ظاهرة
نادرة في تلك المنطقة وفي تلك الحقبة. ثالثا، كانت أول المذيعة البشتونية في إذاعة كابل في الستينيات والسبعينات من القرن الماضي، كانت السيدة اسمها مستورة شال، وأنا كنت أستمع إليها وأنا في المدرسة الابتدائية والمتوسطة. فهذا كله يعني إن المجتمع الأفغاني قبلي، لكنه في الوقت ذاته مجتمع حضاري أيضا. أيها الأصدقاء، المجتمع الأفغاني المتدين يعتقد جزما بأن المرأة متساوية مع الرجل في الأمر والنهي والثواب والعقاب، ولها الحق والحرية في العمل والتعليم وانتخاب الزوج وشريك الحياة. أخيرا وليس آخرا، إن زوجة الملك الأفغاني المذكور أمان الله خان واسمها الملكة ثريا، كانت والدتها أسماء رسمية من حلب، وجدها الشيخ محمد صالح أفندي كان مؤذنا في الجامع الأموي الكبير في دمشق. وبيننا وبينكم صلة القرابة والدين والدم. في رعاية الله، ولي ملكزي، تلميذ مادتي الإعلام والتاريخ.